شفتوا الفرحة بتاعت الثانوية العامة انهم خلصوا امتحانات؟ طريقة الفرحة والتعبير عن الفرحة اتغيرت قوي في 2024، صح ولا ايه؟ بغض النظر عن طريقة الفرحة واي حاجة، بجد طلبة الثانوية العامة 90% منهم، يعني ممكن الناس تشوف دول بيرقصوا، دول مش همهم حاجة، معرفش دول الفئة المهتمة ولا مش مهتمة، بس الله اعلم بيهم. بس في كل طالب ثانوية عامة انا متأكدة وواثقة على الأقل 90% منهم أو 80% منهم جواهم دلوقتي رعب، جواهم خوف. ايه اللي جاي؟ هجيب كام؟ تعبي هيتقدر ولا هيترمي على الأرض؟ شكلي هيبقى ايه قدام أهلي؟ هدخل كلية ايه؟ في ناس بتفكر كده وجواهم رعب، بجد جواهم رعب. والرعب الأكبر من الأهالي والضغط بتاع الأهالي. ده انا استلفت فلوس عشان كذا، وانا عملت كذا، وانا عملت كذا. عايزه اقول لكم في سنه من السنين في الثانويه العامه جات لي مسجات من بنات، يعني واحده جابت ملحق او جابت ملحقين ايا كان، واحده ما جابتش مجموع حلو. تصرف الاهالي بقى عامل ازاي؟ وبالذات في القرى والصعيد وكده. انت هتقعدي وهتتجوزي وانت مالكيش لازمه، وانت نعم. نعم. عايز تضيع مستقبل بنتك عشان انت، او عشان انت شايف انها ما جابتش مجموع كويس في الثانويه العامه؟ ومين قالك ان اللي يجيب مجموع كويس في الثانويه العامه كده ده ضمن مستقبله؟ it's a step, just a step، مجرد خطوه. وفرحتها حتى لو جابت مجموع عالي وعملنا هيصه وكل حاجه، دي فرحه مؤقته. العبره باللي جاي. كل سنة بنسمع عن الثانوية العامة، الحق ده انتحر علشان ما جابش المجموع، الحق ده حصل كذا. وبجد فعلا في ناس بتموت وناس بتتدمر، وفي اهالي هي اللي بتدمر عيالها. تمام. وهو في كلتا الحالتين اللي بيحصل في الطلبة ده بسبب كبير. السبب الاكبر هو الضغط بتاع الاهالي. ده انا مستلف فلوس، ده انا معرفش ايه، ده انا صرفت وصرفت وصرفت. وفي ناس جايه تقول ان، يعني شفنا الاهالي اللي جاي يقول ان هو صرف، طبعا الدروس غاليه جدا، اللي صرف 70,000 واللي صرف 100,000 وهكذا. بليز يا جماعه، الكلمه لكل الاهالي، خلوا بالكم من عيالكم. ثانويه عامه مش هي المستقبل. it's just a step. هو جاب مجموع عالي او مجموع قليل، فهو ان معاه شهاده ثانويه عامه ان هو يدخل جامعه، هو كده في الامان، في الامان جدا. وحتى لو ما دخلش جامعه خالص واشتغل على نفسه وانه يعلم نفسه، عندنا قصص كتير قوي 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 كده ونجحت. واعظم المشاهير واعظم الناس واتقل الناس اللي معاهم فلوس، معظمهم ما كانوش جايبين مجموع حلو في الثانويه العامه. اذا ثانويه عامه هي ابدا مش مقياس ان الشخص ده ينجح في حياته الجايه او يفشل فيها. ممكن حد يجيب مجموع عالي ويدخل كلية الطب او الهندسة اللي الناس شايفاها هي كلية القمة، وحياته يبقى دكتور فاشل او مهندس فاشل عادي جدا، وما يلاقيش شغل يشتغل عادي. مش ده احنا في 2024، الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان زمان جدا كمان. احنا في 2024 في ملايين الشغلانات، التكنولوجي والحاجات الجديدة اللي جت والمجالات الجديدة اللي فتحت الكتيرة، وده هتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات الجاية، وبالأخص في سلسلة الباشا خريج اللي بتكلم فيها عن المهارات المطلوبة لسوق العمل، وان انت ازاي تقوي نفسك وازاي تستغل سنين الجامعة صح ايا كانت جامعتك ايه. فبليز من الاهالي، ممكن بعد اذنكم نوسع ادراكنا شويه. ممكن حتى لو ده حصل فعلا وان الولد ضيع اي حاجه او ابنك ضيع اي حاجه، مفيش حاجه تعوضك عن ابنك. كفايه الضغط. بجد انتوا ما تعلموش ضغط المذاكره والتوتر بتاع ثانويه عامه ده عامل ازاي. عارفه انكم تعبتوا، بس هو كمان تعب. وده مش حكم نهائي ان الشخص ده ناجح ولا فاشل.
زي ما قلت لكم من شويه. فبليز نرحم ولادنا، ايا كان المجموع خده وطبطب عليه، وانت هتشد حيلك في كذا وهتعمل كذا، وتشجعه وتفتح دماغه اكتر على سوق العمل عامل ازاي. وان احنا في 2024 كمية المجالات اللي فاتحة جديد، الجرافيك ديزاين والماركتينج والاي اي دلوقتي بنتعلم منه حاجات كتير ودراسات كتير وشغلانات كتير انت تقدر تشتغل. والبرمجة تشتغل من وانت في بيتك وتدخل دولارات كتير قوي لما تشتغل على المهارات دي. المهارات دي ما بتطلبش ان يكون معاك جامعة ولا اي حاجة، مش بتطلب ان يكون معاك حاجات محددة، غير حاجات تقدر تتعلمها دلوقتي، تفتح النت وتتعلمها. بس كنت حابة اقول الكلمتين دول لكل اهالي الثانوية العامة ولكل طالب في الثانوية العامة. استنى سلسلة الباشا خريج، واستنى برضو فيديو الثانوية العامة هحكي لكم فيه بالتفصيل عن انا عملت ايه ونتيجتي كانت ايه واشتغلت ايه، كل حاجة ان شاء الله تشوفوهم في الفيديوهات الجاية. فما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب او اشتراك للقناة علشان تعرف تشوف كل الفيديوهات الجاية، وتفعل علامة الجرس عشان يوصلك على طول اول ما ينزل، لانه بجد فيه معلومات مهمة جدا وقيمة جدا ما ينفعش ما تكونش عارفها. ومن هنا الفيديو الجاي اسيبكم في امان الله واشوفكم في فيديو جديد.